اليوم أعطينا الانطلاقة الرسمية لافتتاح الملتقى الأول للتشغيل والتكوين. الجلسة الافتتاحية كانت هذا الصباح، حضرها الجهات المنظمة المختلفة من جماعة تطوان، غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة تطوان الحسيمة، أنابيك تطوان، ثم كذلك الشركاء الإسبان من ميد سيتي وباقي الشركاء الإسبان. إذا بعد اختتام الجلسة الافتتاحية كانت هناك فرصة لزيارة مختلف الأروقة الموجودة هنا، والتي تزيد على 60 رواق المتمثلة في القطاع التكوين المختلفة ديال القطاع العام، القطاع الخاص والمجتمع المدني، الوسطاء في التشغيل والوسطاء في إنشاء المقاولة، وكذلك الشركات المختلفة اللي جات باش تعرض الخدمات ديالها، واللي بغات باش دير المقابلات المباشرة مع الشباب والشابات اللي حضروا هنايا في عين المكان. في المساء بطبيعه الحال كان هناك انطلاق للبرنامج الموازي اللي كانت فيه واحد المجموعه ديال الورشات التكوينيه اللي عطات مجموعه من الافكار حول كيفيه ديال الاعداد الملفات ديال الشغل، ثم كذلك حول الانجاز ديال المقاولات والافكار ديال الانجاز ديال المقاولات، ومواضيع اخرى اللي كتهم الشباب والشابات بصفه عامه. اليوم عندنا انطلاق ملتقى تكوين والتشغيل اللي غادي يكون خلال 3 ايام، 3 4 5 يوليوز ان شاء الله بحول الله. غادي هذا الملتقى من تنظيم الوكاله الوطنيه للعمل والشغل والكفاءات، جماعه تطوان وغرفه الصناعه والتجاره لجهه طنجه تطوان الحسيمه. غادي يجمع هذا الملتقى مجموعه ديال المؤسسات ديال التكوين العمومي والخصوصي، كذلك غيكون معنا مؤسسات بنكيه ومؤسسات ديال التمويل المالي، كذلك مؤسسات التي تشتغل في اطار رياده الاعمال، فعاليات المجتمع المدني. غادي يكون معنا واحد مجموعه ديال الشركات خاصه، شركه الوكاله الوطنيه للعمل والشغل والكفاءات، اللي حط عروض عمل لفائده الشباب الباحثين عن العمل، بالاضافه الى برنامج موازي من ورشات البحث عن العمل، ورشات في رياده الاعمال، وورشات متنوعه اخرى خلال 3 ايام ديال الملتقى. شكرا.